بسبب الوضع السياسي، شركة عملاقة تنقل مشاريعها من تونس للمغرب. بسبب الوضع السياسي المتردي في تونس، قررت إدارة شركة تصنيع معدات السيارات اليابانية يازاكي نقل مصانعها من هذا البلد إلى المغرب. ففي وقت ينتظر فيه الرئيس قيس سعيد أن يتم تعزيز وتكثيف الاستثمارات اليابانية في البلاد، خاصة بعد تنظيم مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا شهر أغسطس الماضي، أتى قرار الشركة اليابانية العملاقة ضد هذا التوجه. وكشفت مصادر نقابية تونسية وفق ما نقلته مصادر أن الشركة اليابانية قررت تجميد أنشطتها الاستثمارية في تونس في أفق نقلها إلى المغرب.